السلام عليكم. هنعمل النهاردة كفتة الرز بطريقة سهلة جدا ومقادير مظبوطة. اقولك ازاي تظبطي مقادير الكفتة من غير اي تعب ولا اي مجهود. معايا هنا 400 جرام من لحمة حمراء. هحط عليهم 200 جرام من الرز واحط عليهم ربطة شبت وربطة بقدونس او كزبرة، ومعايا بصلتين حجم متوسط. وهنا معايا الرز هبدأ ان انا هطحنه في المطحنة بتاع التوابل الاول. طبعا لو ما اتطحنش معاكي ناعم قوي ممكن احط عليه معلقه ميه. يعني انا لما باجي اطحن الرز ممكن بحط في كل وانا بطحنه بحط معلقه ميه، بحيث ان هو يبقى ناعم معاكي زي الدقيق كده. تمام. هفرم الاول البصل وبعدين احط الخضره افرمها. بحط قرن فلفل حراق كده، دي اختياري، ما بيبانش خالص في الوصفه بس بيفرق في الطعم طبعا. هنا كفتة الرز عشان تيجي تظبطيها اهم حاجة اللحمة نصها رز. يعني انا لو هستخدم نص كيلو لحمة استخدم قصادها نص كيلو رز. لو هستخدم كيلو من اللحمة يبقى نص كيلو من الرز. انا معايا هنا اللحمة وزنتها 400 جرام، فهحط عليهم 200 جرام من الرز. تمام. دي اول حاجة في نجاح الكفتة. تاني حاجة اهم حاجة ان احنا لو غسلتي اللحمة انا لو غسلتي اللحمة او غسلتي الخضار اهم حاجة تسيبيه ينشف. يعني دي خطوة مهمة جدا. ما نعملش الحاجة بميتها لا عشان ما تفكش مني. دي برضو من عوامل نجاح كفتة الرز. يعني انا بغسل الخضار من الصبح. لو انا هعمل النهاردة كفتة، بغسل الخضار من الصبح وبسيبه بقى في المصفى كده لحد لما ينشف خالص من المية. بعد كده ابدا ان انا استخدمه. حتى لو غسلت اللحمه، في ناس بتغسل اللحمه في ناس ما بتغسلهاش، برضو لازم تسيبيها لما تتصفى خالص من الميه. انا بقى فرمت البصل وحطيت عليه الخضره فرمتها، وبعد كده بدات انزل باللحمه زي ما شفتوا معايا. واخر حاجه بحطها هو الرز طبعا اللي احنا طحناه قبل كده في المطحنه بتاع التوابل. حطيت بقى معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود كلهم معالق صغيره، معلقه من الكزبره، معلقه من الكمون. حطيت طبعا قرن فلفل حراق ده بيبقى اختياري. وهنبدأ بقى نفرم في الكفتة كويس جدا لحد لما تبقى اتكونت معايا عجينة متماسكة وفي نفس الوقت ناعمة. تمام. هنزل بقى العجينة في طبق، ممكن نحطها في التلاجة لمدة نص ساعة قبل ما نشكلها، بتبقى بتسهل معاكي قوي التشكيل. وممكن نستخدمها على طول مفيش اي مشكلة. انا حطيتها في التلاجة ربع ساعة، وبعد كده هنبدأ نعمل التقلية بتاعتها. انا عملت هنا بصلايه وحطيت عليها فلفلايه رومي قطعتها صغير كده. ببدأ احمر البصلة في معلقة سمنة معلقة زيت، اللي انت حباه بتعمليه فيها. بعد كده اول ما تاخد معايا اللون الذهبي كده هبدا انزل بالصلصه. انا معايا صلصه مفرزاها جاهزه استخدمها. ما عنديش صلصه هعمل طماطم عادي جدا في الخلاط وبسيبها تتخدع على النار، وبعد ما تتخدع ابدا ازودها ميه. تمام. اول ما الطماطم تتخدع معايا وتاخد اللون الغامق ده، هبدا ان انا ازودها ميه. انا طبعا الصلصه عندي كانت صلصة جاهزة فحطيت على طول المية. بحط حوالي لتر مية كده، بسيب بقى اول ما يغلي وهو بيغلي كده من المية تغلي ببدأ ان انا اعمل الكفتة واحمرها. معايا بقى هنا شوية من الزيت بدهن ايدي بيها طبعا عشان ما تلزقش معايا. وببدأ ان انا اعملها بقى صوابع كبيرة صوابع صغيرة، الحجم اللي انت بتفضليه بتعمليه. حابة كمان نعملها كور، الاطفال قوي بيحبوا اللي هو شكل الكورة، ممكن برضو نعملها كور. تمام. انا بقى هنا خلصت الكميه زي ما انتم شايفين كده معايا. هبدا بقى معايا زيت سخن على النار وهنزل بيه الكفته واحمرها معاكم. شايفين طبعا على العين اللي قصادها حاطه الصلصه عشان تغلي معايا. لازم انزل السخن، انزل الكفته يبقى الصلصه سخنه معايا، والميه اللي احنا زودناها ممكن تزوديها شوربه او ميه مفيش اي مشكله. يا ريت من لو اول مره تشوفي القناه نعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل فيديو ان شاء الله. هبدأ بقى هقلب في الكفتة عشان تاخد لون كمان من فوق. هقلبها كده زي ما انتم شايفين، وبعد ما تاخد اللون معايا اللي انا عايزاه هبدأ بقى ان انا هطلعها فين على ورق
على مناديل كده او على اي ورق انتي او اي مصفى صغيره تطلعي فيها الايه الكفته، عشان اي زيت زياده كده نتخلص منه. تمام. بعد بقى ما هخلص كميه الكفته كلها واحمرها، تكون الشوربه معايا، يكون الدمعه معايا اللي على النار تكون بتغلي، وهبدا انزل بيها بالكفته. تمام. اهم حاجه تكون الدمعه معايا تكون بتغلي على النار. هنزل بقى هنا بالكفتة وهسيبها لمدة حوالي تلت ساعة او 25 دقيقة، وبحط كده مع الكفتة حباية بطاطس بقطعها مكعبات وبرميها مع الكفتة. وكده بقى بعد ما استوت معايا، واشوفكم في